بصوا يا حبايبي، ورق العنب الجميل اللي جبناه في الموسم بتاعه ده خزناه في بطرمان بدل ما كنا بنعمل في الازايز. هقول لكم شويه ملاحظات في الفيديو تتبعوها، هيطلع جميل جدا اكنك لسه شارياه. وقفلناه بطريقه محكمه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. يلا نشوف التعليمات اللي هي تخلي ورق العنب طازه وفريش اكنك جايباه ويقعد معانا من السنه للسنه. يلا بينا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومه مفيده مع نانا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو. طبعا احنا عارفين ان ده موسم ورق العنب، يعني المفروض دلوقتي نخزن. لو احنا عايزين ورق عنب نخزنه، هو دوت الوقت اللي نخزن فيه. تمام يا حبايبي؟ طبعا انا قبل كده عملت فيديو ان احنا نخزنه في ازايز. الازايز عادي بتقعد من السنه للسنه، بس ممكن يكون بقى الازازه اللي هي بتاعه الميه دي طبعا كنا بننشفها الاول ونحط فيها ورق العنب. اولا ممكن الازازه تكون طبعا بيتفاعل البلاستيك مع ورق العنب، واخدين بالكم يا حبايبي؟ وممكن يكون كمان حتى لو نفعت الازازه، ممكن وانت بتحطيه لازم يكون طبعا ايه، مفيهوش فراغات في النص. ممكن مثلا ايه واحنا بندخل ورق العنب في الازازه ممكن يكون واحده تتقطع، واحده تتبهدل، فممكن ايه يكون ما ينفعش للحشو. خلاص، يعني تبقى مش صحيه ممكن، وممكن ما ينفعش للحشو لما تتقطع. واخدين بالكم حبايبي؟ النهارده بقى عملناه في الايه، في البطرمانات الازاز ديت. جربتها قبل كده وطلعت الطريقه احلى من الازازه مليون مره. جبت طبعا ورق العنب، لازم ورق العنب يبقى ناشف جدا، يعني ما فيهوش نقطه ميه. تمام يا حبايبي؟ وحطيته في البطرمان، على الاقل ممكن تحطي ايدك فيه وانت تعملي الفراغات بايدك، انت مش هتدوسي عليه بحاجه مثلا تقطعه او اي حاجه. تمام؟ انا جبت دلوقتي نص كيلو ورق عنب. البطرمان ده اللي هو بتاع سمنه، اللي هو كيلو، اي بطرمان كيلو تحطي فيه النص كيلو ورق العنب، ويكون ناشف ناشف خالص، ما فيهوش نقطه ميه. تمام يا حبايبي؟ وما يبقاش فيه فراغات زي ما انتم شايفين اهو، ما فيهوش فراغات خالص. هتعملي بقى بايدك، عارفه ان طبعا مش هيتقطع. وتيجي بقى في الاخر هنا، يا اما تحطي خله يا اما تحطي العيدان بتاعته، بحيث ما ايه يعني يبقى نازل لتحت خالص، ما فيش فراغات تيجي ايه في النص ولا حاجه. تمام يا حبايبي؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب بقى ايه زياده احتراس، منديل ورق، ونطبقه ونحطه ايه هنا. ليه المنديل الورق؟ المنديل الورق بيمتص اي رطوبه تبقى ايه في الورق العنب. تمام؟ وممكن لو انت سبتيه كده عادي مش هيحصل له حاجه. احنا دلوقتي ملينا البطرمان اهو على الاخر. تمام؟ وشوفوا مفيش فراغات ازاي. هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ هنحط المنديل. تمام؟ رجعت لكم يا حبايبي لما حطيت بعد ما حطيت المنديل اهو، زي ما انتم شايفين المنديل مخليه في الجوانب كمان، يعني ضغطت وحطيته في الجوانب اهو، باين ازاي؟ بصوا اهو كده بقى يقعد معاكي من السنه للسنه. تطلعيه تسلقيه دوت بقى لو انت مش عايزه تشغلي تلاجة او فريزر ياخد مكان. لو انت ما عندكيش ديب فريزر كده هتركنيه في اي حاجه في المطبخ، هيبقى جميل واكنك جايباه فريش لسه طازه. تمام؟ ونقفل عليه ويقعد من السنه للسنه. عايزه تحطي بقى في الفريزر ممكن تحطيه في ستريتش يعيش برضو، صوابع صوابع كده كام واحده وفي ستريتش. اتمنى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.